السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة هنتكلم عن مواقف حدثت لملكة الكوميديا في مصر الفنانة زينات صدقي، التي تنوعت أدوارها في السينما المصرية، لكن كان أكثرها دور الخادمة. الخادمة خفيفة الظل، فلا تشعر بأنها خادمة، لكن تشعرك بأنها فرد من أفراد الأسرة وصديقة أو أخت كبيرة للبطلة، محركة للأحداث بأسلوب كوميدي، فأصبحت قاسما مشتركا في الأفلام والورقة الرابحة فيها وسببا في نجاحها. كان الجمهور زمان ناس طيبين قوي، فكانوا كثيرا ما يربطوا بين الشخصية في الفيلم والشخصية الحقيقية. علشان كده كنا نسمع عن فنانين بيرفضوا العمل في بعض الأفلام خوفا من ان الجمهور يكرههم. وفي حديث صحفي للفنانة زينات صدقي في منتصف الخمسينات من القرن الماضي، قالت: زهقت من دور الخدامة لأنه سبب لي الكثير من المتاعب. فأخذت تحكي بعضها وهي مواقف طريفة. تعالوا أحكي لكم بعضها. في مرة أحد المنتجين الجدد حديثي العهد والخبرة في المجال السينمائي دعاها لمكتبه علشان يتفق معاها على القيام بدور خادمة في فيلم من إنتاجه. ولما سألها عن الأجر الذي تتقاضاه قالت له 300 جنيه. فصاح في دهشة وقال لها: ياه، دي الخدامة بتاعتي بتكنس وتمسح وتطبخ بحق وحقيقي وبتاخد 3 جنيه في الشهر، وانت بتمثلي دورها وعايزة 300 جنيه؟ فتضايقت من كلامه وقامت غاضبة وبصت له وهي تغادر مكتبه وقالت له: أنا رح أبعت لك خدامتي تمثل لك الدور ببلاش. لكن بعد أن عرف أهميتها ودورها في نجاح الفيلم سارع للصلح معها، وتعبيرا عن اعتذاره لها زاد أجرها 100 جنيه ليصبح أجرها 400 جنيه في هذا الفيلم. موقف تاني، كانت بتتفاوض على شراء عربية جديدة. اتفقت مع صاحب العربية انه يسيبها لها كم يوم علشان تجربها. وفي يوم وهي بتجربها جت تنزل منها، فتجمع حولها بعض المرة في الشارع، فقال احدهم: يا سلام على الخدامين بتوع الايام دي، بيركبوا عربيات كمان. وبصلها وقال لها: ادعي لأسيادك اللي ركبوكي عربية. موقف آخر، استعانت زينات صدقي بخادم نوبي، وكان كل عمله لا يزيد عن تنظيف البيت صباحا وينصرف الساعة 3 بعد الظهر، وكانت بتمنحه أجر سخي، إلا إنها فوجئت به ذات يوم يخبرها بأنه هيترك العمل عندها. فسألته في دهشة عن السبب، فقال لها إن زمايله بيسخروا منه وبيتريقوا عليه وقالوا له: إزاي تشتغل خدام عند خدامة؟ من المواقف برضو مواقف الخدامين، اشتغلت عندها خدامة برضو، وفي يوم قالت لها: خديني أتفرج معاكي على فيلمك الجديد. ولما رجعوا من السينما فوجئت زينات صدقي بالخادمة بتلم هدومها وطلبت منها حسابها. فسألتها عن السبب وقالت لها: في حاجة زعلتك؟ ردت الخدامة وقالت لها: أنا مش زعلانة، أنا بس بقول بدل ما تروحي تخدمي في الأفلام اخدمي نفسك أحسن. ومن المواقف اللي تعرضت إليها أيضا بأنها ذات يوم راحت تتفرج على شقة في إحدى العمارات الجديدة، ولما سألت وكيل العمارة عن الإيجار الشهري للشقة قال لها 35 جنيه. فقالت له: غالية قوي ليه واحنا بنسرق؟ فرد الوكيل وقال لها: وانت مالك، هو انت اللي هتدفعي حاجة؟ دي الست اللي بتشتغل عندها هي اللي هتدفع. وقالت زينات صدقي: لم أحتمل هذا الكلام من أفندي، المفروض أنه يفهم أن التمثيل شيء والشخصية الحقيقية شيء آخر. فقلت له ما قاله مالك في الخمر. موقف آخر، بتقول: كنت راكبة
ترماي، فجلست بجوار أمه معها طفل صغير. ولما رآها الطفل صاح لأمه وقال لها: ماما ماما، مش انت عايزة خدامة بدل نبوية؟ فقالت له الأم: ليه؟ فشاور لها على زينات صدقي وقال لها: اهي الخدامة اللي شفناها امبارح في الفيلم قاعدة جنبنا. الحقيقة الأم نهرت الطفل وزعقت له واعتذرت لزينات صدقي. آخر موقف إنها كانت مدعوة مرة في حفلة لبعض الزملاء، ثم فوجئت أثناء الحفلة بأحد المدعوين يصيح مشيرا إليها قائلا: هاتي كوباية مية يا شاطرة. فقالت: اضطرت الشاطرة اللي هي أنا إلى إعطاء درس لحضرة المدعو، درس لا ينساه أبدا طوال حياته.